عيد الحب أو الفالنتين. تحت شعار سوف لن نشتري هذا العيد شجرة، خليه هو يلبس في الشجرة. يوم الأحمريكا، يوم الخروج والزقططة والانبساط والتنطيط، اليوم اللي كلنا بنستحمى فيه ونحط باديز بلاش ابو 750 جنيه، اليوم اللي الهرمونات بتبقى طافحة فيه. اليوم ده أنا بستناه من السنة للسنة، وعشان كل اللي أنا قلته ده يتحقق لازم كل واحدة يكون عندها الBFF. هتيجي واحدة من جروب نادي مطلقات وأرامل نادي الشرقية للدخان تقول لي يعني إيه BFF؟ هقول لها البي يعني ولد بوي، والإف يعني فريند صديق، والإف الأخرى يعني forever. ودي طبعا حاجة مش هتشميها وإلا ما كانش زمانك على الجروب معانا. هتيجي واحدة تانية تقول لي أنا ما بيعشرش رجالة، هقول لها ما هو من سفرك يا أختي صفي النية وما تبقيش مفترية. هتيجي واحدة تقول لي هل يجوز أرجع للإكس اليوم ده لو مش لاقي حد أخرج معاه؟ هقول لها هو يجوز لكني لا أحبذ إلا للضرورة القصوى. وإيه هي الضرورة القصوى؟ إنك تكوني لفتي على كل جوازات صحابك وأفراد النادي كلهم فرد فرد، حتى أفراد الأمن وعم عبده البواب وولاد خالتك وولاد عمتك والجيران والصحاب وكل الدكورة اللي في منطقتك. لو فشلتي في إنك تعلقي واحد تخرجي معاه اليوم ده يبقى يجوز ترجعي للإكس. في فئة تانية كمان ممكن تلجئي لها لو فشلتي في كل الفئات اللي قبل كده دي، فئة الجين زي. الفئة دي ممكن تبقي تستخدميها كده، وهتيجي تطلعي واحدة من نفس الجروب تقول لي يعني ايه الجين زي؟ هقول لها يا حبيبتي انت فاتك قطر العمر مش قطر الحب كده، انت مستنية قطر الموت يا حبيبتي. الجين زي هي فئة الاندر ايدج، والفئة دي تحب ما فوق الثلاثينات والأربعينات والخمسينات. الجروب بتاعنا هيلاقي حظه في الجينزي. تاني فئة هي فئة الرجل الثلاثيني، وهذه الفئة هي بالنسبة لي الفئة المفضلة. ليه بقى مفضلة؟ لأنها بالنسبة لي هي فئة البلوغ، النشاط. ده اللي هو يقولك يلا ساحل ناو يلا دهب، بس ده بقى غالي قوي، وهنا طبعا مش قصدي على دهب هذا الرجل ما تحليهوش إلا لما تطلبي خاتم سوليتير، عربية فراري، آيفون 18 اللي هو لسه ما نزلش ده، هو أي حاجة من دول تطلبيها منه في اللحظة دي الراجل ده هيطلقك، وفي ساعتها هيقوم منضم لجروب نادي مطلقات وأرامل نادي الشرقية للدخان، وهنا نتبسط كلنا. ننتقل للفئة الثالثة ودي فئة الشوجر دادي، وده طبعا بقى غالي قوي وهنا مش قصدي على الدادي. المهم هذه الفئة المتعارف عليها دايما ان هم متجوزين 6 شمطاء زي كده. هتطلع لي واحدة تسألني يعني ايه شمطاء؟ هقول لها يعني زمان هدها ولا حد بيودها. هذه الفئة الهدايا اللي بيكون متعارف عليها بتكون خشونة المفاصل، آلام الصدر، لبوست السخونية، مش عارف ايه للخشونة، كلها حاجات كده ايه علاجية. وهذه الفئة دايما تميل لفئة الجينزي، وفئة الجينزي بتميل للرجل الثلاثيني، ودايرة وبتلف ودواخيني ليمونة دواخيني ليمونة دواخيني ليمونة وما بنخلصش منها. المهم أفضل مكان تتقابلوا فيه يوم عيد الحب في فئة الشوجر دادي هو شارع القصر العيني، عشان لو تعب منك تطلعيه على المستشفى على طول. ولو انت مش مرتبطة زي يا حبيبتي هتعملي ايه بقى في اليوم ده؟ ورقة وقلم واكتبي ورايا. كيس فشارك، مج الهوت شوكليت، وتقعدي كده قدام التلفزيون تجيبي لنا فيلم حب البنات. وانت بتتفرجي على الفيلم اوعي تنسي تعرفي وصفة البروفيترول بتاعت أستاذة ليلى. هذه الوصفة هي اللي هتساعدك على انك تنامي اليوم ده في سلام ووئام.